تخيل إنك ماشي في يوم طبيعي جدا، بتفتح موبايلك بتشوف السوشيال ميديا، محتار تبدأ مذاكرة ولا تكمل في الجيم ولا تخرج مع أصحابك. كل حاجة حواليك بتحركك، لكنك قليل جدا بتقف وتسأل نفسك: هو أنا فعلا اللي ماسك حياتي ولا الحياة هي اللي ماشية بيا زي موج البحر؟ اللحظة اللي السؤال ده يدخل دماغك بتبدأ الرحلة اللي الكتاب ده معمول علشانها، رحلة إنك تبقى الشخص اللي يقرر مش اللي يتسحب. في البداية لازم تفهم إن شين كوفي مؤلف الكتاب ما كتبهوش علشان يعظك، بالعكس كتبه بعد ما شاف قد إيه حياة المراهق عاملة زي متاهة كبيرة، ضغوط من الأسرة، دراسة، علامات، مستقبل مجهول، علاقات بتتبدل، ثقة في النفس بتطلع وتنزل. فقرر يقدم 7 عادات لو دخلت في دماغ أي حد في سنك هتبقى بالنسبة له زي GPS يطلعه من المتاهة من غير ما يتوه كل شوية. أول عادة هي إنك تكون مبادر، وعلى قد ما الكلمة دي بسيطة إلا إنها أكبر من أغلب مشاكلنا، لأن المراهق غالباً بيشوف نفسه ضحية. المدرس بيظلمني، أهلي مش فاهميني، أصحابي مش مقدريني، الدنيا ضدي. لكن العادة دي بتقولك: لأ، أنت مش ضحية، أنت صاحب قرار. بدل ما تقول الدنيا بتمنعني، اسأل نفسك: أنا عملت إيه علشان أغير اللي بيحصل؟ لو فشلت في امتحان، بدل ما تلعن الامتحان، اسأل: هل ذاكرت صح؟ لو صاحبك زعل منك، بدل ما تقول هو اللي غلطان، اسأل: هل أنا سمعت له؟ مجرد التفكير بالطريقة دي بيغير كل حاجة، وفجأة هتلاقي إن حياتك مش ماشية لوحدها، أنت اللي بتسوقها. وصدقني، أول ما تحس إنك ماسك الدركسيون بإيدك، هتحس بقوة عمرك ما جربتها قبل كده. والعادة التانية بتقولك: ابدأ والغاية في ذهنك. المراهقين دايما يتعاملوا مع الحياة على إنها لحظية، دلوقتي ألعب ولا أنام ولا أذاكر. لكن العادة دي بتفكرك إن كل قرار صغير أنت بتاخده بيشكل نسخة المستقبل منك. يعني لو عندك حلم تبقى مهندس، طبيب، لاعب، يوتيوبر، أيا كان، لازم دلوقتي بالذات تشوف نفسك في الحلم ده، لأن المخ، ودي حقيقة علمية، بيبدأ يوجهك للحاجة اللي شايف نفسك فيها. شوف حياتك بعد 5 سنين، بعد 10 سنين. اللي انت عايزه يبدأ من جواك قبل ما يبدأ بره. وكل ما صورتك اللي جاية تبقى أوضح، كل ما طريقك يبقى أسهل. مفيش حد بيوصل لمكان هو مش شايفه أصلا. نيجي للعادة التالتة: ضع الأهم أولا. ويمكن دي أصعب عادة في ال7، لأن العالم دلوقتي مليان تشتيت بشكل مرعب. موبايل، ألعاب، نت، ضغط، خروجات، وبعدين تيجي تبص على جدول مذاكرتك تلاقيه فاضي. إزاي؟ لأنك كنت بتجري ورا العاجل وبتسيب المهم. والقانون واضح: لو مرتبتش وقتك، حد تاني هيرتبهولك. لكن العادة دي بتقولك: امسك وقتك واقطع تغذية التشتيت، اعمل أولويات، اعمل جدول بسيط، وتحط أهم 3 حاجات كل يوم وتعملهم قبل أي حاجة تانية. لما تتقن العادة دي، هتكتشف إن يومك بقى خفيف ومريح، وبدأت تخلص اللي وراك من غير ما تحس إنك جاحد نفسك. والعادة الرابعة بتقول: فكر فوز فوز. ودي من أهم العادات اللي بتصلح العلاقات، لأن أغلب مشاكل المراهقين جاية من فكرة يا أنا يا هو. لو في المدرسة أو الأهل أو أصحابك، العادة دي بتقولك في حل دايما، بس إحنا مش بنشوفه. لما يكون عندك خلاف مع حد، بدل ما تفكر تكسب لوحدك، فكر تكسبه مع بعض. اتعامل مع الدنيا كأنها ساحة واسعة، مش مباراة 0-1. وده يخلي الناس تحب تتعامل معاك، تحب تديك، تحب تسمع لك. انت بتفتح باب للسلام مش للحرب، وده أكبر سبب يخلي أي علاقة تستمر وتكبر بدل ما تتكسر. ونيجي للعادة الخامسة: افهم أولا ثم اطلب أن تفهم. ودي لو تعلمتها بدري هتختصر على نفسك سنين من سوء الفهم والمشاكل. الإنسان بطبيعته بيسمع علشان يرد، مش عشان يفهم. لكن العادة دي بتقولك: اسمع بجد. لما صاحبك يجي يشتكي، اسمعه. لما أهلك يتكلموا، افهم قصدهم الأول. لما حد يزعق، اسمع اللي ورا الكلام مش الكلام نفسه. لأنك لما تفهم الناس بتكسب قلوبهم، ولما تطلب منهم يسمعوك بعدها، هيسمعوك بإحساس تاني خالص. وفي العادة السادسة نتكلم عن التآزر أو العمل بروح الفريق.
تخيل إن كل واحد فينا ليه قوة وليه ضعف. لو اشتغلت لوحدك هتكون قوي في حتة وضعيف في 10، لكن لما تتعاون بتاخد من قوة كل واحد. العادة دي بتقولك إن المعجزات بتحصل لما العقول المختلفة تشتغل سوا، في المدرسة، في مشروع، في فريق رياضي، حتى في البيت مع إخواتك. الاختلاف مش خطر، الاختلاف قوة. لو عرفت تستغل الاختلاف هتكسب نتائج عمرك ما توصلها لوحدك. وآخر عادة، ويمكن أعمق واحدة فيهم، سن المنشار. العادة دي بتقولك إنك زي المنشار، لو فضلت تقطع من غير ما تسن وتتجدد هتتبهدل وتتعب وما تقطعش كويس. يعني لازم تهتم ب4 جوانب: جسمك، عقلك، قلبك، وروحك. جسمك بالرياضة والنوم الصح، عقلك بالقراية والتعلم، قلبك بالعلاقات الحلوة مع أهلك وأصحابك، وروحك بالهدوء واللحظات اللي تقعد فيها مع نفسك. أي حد يهمل جانب من ال4 حياته بتقع في نهايته. التوازن هو سر الاستمرار. لكن الحاجة اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها هي إن ال7 عادات مش قايمة بتتعمل مرة وخلاص. ال7 عادات دي رحلة، كل عادة محتاجة تدريب ومحتاجة إنك تغلط وتقوم تاني، وكل عادة هتغير جزء صغير منك، ومع الوقت هتحس إن شخصيتك بدأت تقوى وأفكارك تهدى وثقتك في نفسك تعلى، وممكن تبقى أنت الشخص اللي أهلك يعتمدوا عليه، اللي أصحابك يلجأوا له، اللي مدرسينك يشوفوا فيه نضج، اللي يقرر مستقبله بإيده. ولو سألت نفسك هل فعلا ال7 عادات دي هتغير حياتي؟ الإجابة البسيطة بس مش لأن الكتاب سحري، لأ، لأن ال7 عادات بتقولك تعمل الحاجة اللي المفروض تكون بتعملها من زمان. بتقولك ابقى قائد لنفسك، خطط لحياتك، ركز، ابني علاقات صحيحة، اتعلم تسمع، اشتغل مع الناس، وطور نفسك كل يوم. الكلام ده مش مجرد نظري، دي قواعد أي شخص ناجح بيمشي عليها مهما كان سنه، ونجاحهم مش جاي من الحظ، جاي من عادات. وفي اللحظة اللي تبدأ فيها تطبق عادة واحدة بس حياتك هتتغير. عادة واحدة ممكن تحسسك إنك كنت نايم وصحيت، عادة واحدة ممكن تطلعك من ضيق، أو تخليك تنجح في امتحان، أو تصلح علاقة كنت فاكرها انتهت. ال7 سوا دول مش بيغيروا يومك، دول بيغيروا مستقبلك. وفي النهاية أهم نقطة لازم تعرفها، إنك مهما كنت شايف نفسك صغير أو لسه بتتعلم أو لسه بتتخبط في الحياة، أنت عندك فرصة تبدأ بداية جديدة. وال7 عادات مش معمولة للكبار ولا للناجحين ولا لحد جاهز، دي معمولة ليك، لحياتك اللي لسه بتتشكل. كل عادة هتبني فيك حاجة، وكل خطوة هتقربك للنسخة الأقوى منك. واللحظة اللي تبدأ فيها مهما كانت بسيطة هي اللحظة اللي حياتك فعلا هتتحرك في الاتجاه اللي انت عايزه.